دكتور، في حد باعت على الصفحه بيقول احنا كمغتربين علاج الاسنان بره مصر بيكون غالي جدا، فبنستنى نرجع مصر ونتعالج. احنا كده صح ولا غلط؟ انتوا كده 100 100. والاصح من كده انك تحاسبنا بنفس اسعار البلد اللي انت جاي منها، ده العدل بقى. لا بص، هو طبعا تفكير منطقي وتفكير صح جدا. الاسنان بره غاليه جدا، بس الاسنان في مصر اسعارها محترمه جدا مقارنه ببره. وبرده النقطه الاهم، مستوى الاسنان في مصر مستوى عالي جدا. في اساتذه كتير جدا وفي عيادات محترمه جدا بامكانيات بتواكب وبتضاهي الامكانيات اللي بره. في دكاتره اضافت كتير جدا لطب الاسنان في مصر، زي بره بالظبط، اكفاء في جميع المجالات والتخصصات. في اساتذتنا كتير وناس على راسنا كتير. بس انا بتكلم في نطاق الدكاتره الاطباء لعلاج طب الاسنان. طب الاسنان النقطه دي مهمه، مع تحفظي عن بعض جو الكوافيرات والبيوتي سنتر والحاجات عرض الفالنتاين وعرض عيد الام وتكسب طقم هديه لست الحبايب والجو ده مش طب خالص وملناش علاقه بيه خالص. انا بتكلم ان لو الناس بتيجي تعمل اسنانها عند دكاتره، طبعا دي حاجه كويسه جدا. انا شخصيا على المستوى الشخصي ليا زمايل كتير جدا في المدرسه وبعض الاساتذه ليا مش قاعدين في مصر، بس بييجوا يعملوا اسنانهم باسعار كويسه جدا، على اساس مقارنه بره، لان التامين بره مش قوي، مش بيغطي التكلفه الكبيره قوي. وفي نفس الوقت ده يعني حاجه مش وحشه خالص، انت بتاخد خدمه على اعلى مستوى زي بره، بل بالعكس، انت في مصر في دكاتره اكفاء عن الناس بره كتير جدا. فدي مش عيب خالص، دي ميزه كويسه جدا وانا برجحها. بس احسن اختيار الدكتور واحسن اختيار العياده وامكانيات العياده، على اساس ان انت لو جيت مثلا اشتغلت عند حد مش كويس، او حد من العروض اللي ملهاش لازمه دي، وحصلت مشكله وانت بره، هتبقى مشكله كبيره جدا في الدفع والتصليح عند الناس بره بتكلفه بره. فزي ما بقول لك كده، مصر فيها حاجه حلوه، ام الدنيا، تحيا مصر.